عبد الرؤوف للنواحي الامنيه في اعتقادي هيخرج من الملعب، وهنشوف هينهي اللقاء ولا ايه. ادي الكابتن ياسر عبد الرؤوف ومعاه قوات الامن هيخرج على غرف خلع الملابس، وهنتابع من خلال استاد ميلودي النهارده. ادي الجمهور، بصوا يا جماعه شايفين اللي قدامنا دول اكبر واحد عنده 15 سنه 15 سنه في اللي احنا شايفينهم دول، اللي عاملين لنا القلق في الملاعب والدوشه. الناس المحترمه قاعدين في المدرجات، محدش بينزل الملعب، والكلام اللي احنا بنقوله الدوري المصري في خطر بسبب الجماهير. ده اللي انا بقوله على الشاشه دلوقتي. واحد يقول لك قله قصره، اللي احنا شايفينه بيترجم الكلام ده. اهو اللقاء بعيد عن استاد القاهره، جماهير النادي الاهلي موجوده في المدرجات منضبطه تماما. جماهير المحله بدون داعي كانوا متقدمين بهدفين، وكان في هدف عليه مشكله، هدف سعد مندو، وما حصلش اي حاجه. وادي الشكل اللي احنا شايفينه ده بيحطنا في مأزق الدوري المصري هذا الموسم، اللي عاوز يخرجنا. بنقول ان الكوره والرياضه هي اللي تخرجنا من الحاله اللي احنا فيها، وما بقتش احد وسائل الترفيه. انما الشكل اللي احنا شايفينه بقول لحضراتكم ما ينفعش يكمل الدوري بالشكل ده، وعايزين المخرج يبعد عن المناظر اللي فيها هنقول كده يعني اساءه لجماهير الكوره، او اساءه للي بيتابعوا برضه ويتضايقوا من المناظر دي قدام الشاشه. لان اللي احنا شايفينه ده يا جماعه ما ينفعش ابدا. دوله كبيره زي مصر، دوري كبير زي الدوري المصري، والصوره اللي جايه لنا دي جايه لنا طبعا صوره واحده لكل القنوات الفضائيه من التلفزيون المصري، او المصدر هو اللي بيجيب لنا الكلام ده. ادي جماهير النادي الاهلي في المدرجات، وازمه في استاد المحله في الاسبوع ال11 في لقاء الأهلي